اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم الكوره مع ميجا ومباريات الجوله التاسعه من الدوري المصري. مبدئيا وفي العموم مباريات الجوله التاسعه اسوأ مباريات مرت على تاريخ الكوره المصريه، مش هقول لك الدوري السنه دي، اسوأ مباريات شفتها في الدوري المصري، سواء مباريات الفرق اللي بتصارع من اجل الهبوط او مباريات الفرق اللي بتنافس على البطوله. يعني بيراميدز بيخسر 2-1 من فرقه بتصارع من اجل البقاء، الاسماعيلي بيخسر من المصري، الزمالك بيتعادل مع المقاولين في اسوأ مبارياته، والاهلي بيتعادل مع سموحه في اسوأ مبارياته هو الاخر. هتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك مع بعض كده وعلى راي عبد السلام النابلسي تتالى يعني. في العموم مباراه الاهلي والمقاولين ومباراه الاهلي وسموحه الاثنين خلصوا 0-0، يعني ما حدش جاب اجوان. لكن المباراه دي كانت عباره عن ايه؟ عشوائيه، مفيش روح، مفيش تنظيم ولا دفاعي ولا هجومي، خط النص مش موجود، الاجنحه مش في الملعب من الاساس، وجوز مدربين بلاليس قاعدين على الخط بره، سواء فيريرا سواء كولر، وده اللي طلع الماتشات بالنتيجه دي. الكوتشيين بتوع الاهلي والزمالك بيعندوا اللعيبه وبيعندوا الجماهير وبيعندوا مجالس الاداره، وبينزلوا كل مره بالتشكيل اللي على كيفهم، وفي الشوط الثاني لو ما ظبطتش يبقى يغير وينزل بالتشكيل الاساسي اللي الناس معتاده عليه. ولكن للاسف النهارده الجوز المدربين على ما جم يعدلوا الوضع في الشوط الثاني كانت المباريات خلصت وكل فريق خسر نقطتين في صراع المنافسه على لقب الدوري. اما لو جينا نبص على صفقات الفرقتين هنلاقيها صفقات في شنك في العموم وفي الخصوص وفي كل حاجه، يعني لا صفقات الزمالك فالحه ولا صفقات الاهلي فالحه. الفرقتين في اسوأ حالاتهم، يعني اذا كان الاهلي فلت الماتش اللي فات من الهزيمه وقدر يكسب، والزمالك قدر يكسب هو كمان حرس الحدود، ولكن دي النتيجه مش معبره لانه كان كسب 4-0 المباراه اللي قبلها واللي قبلها. وكذلك النادي الاهلي قدوا مباريات سيئه جدا ولكن كانوا بيحققوا الفوز حتى لو في الوقت بدل الضايع. اما النهارده نادي الزمالك والنادي الاهلي الاثنين فلتوا من الهزيمه بعجوبه. النادي الاهلي انهى المباراه ملهوش هجمه خطيره او تقدروا عليها ممكن يجي منها جون على مرمى سموحه، وكذلك نادي الزمالك، بل بالعكس المقاولين وسموحه كان لهم هجمات خطيره وكان ممكن يخلصوا المباراه لصالحهم. بعد انتهاء جولات الاسبوع التاسع هتلاقي النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 23 نقطه، نادي الزمالك بيريه في المركز الثاني برصيد 21 نقطه، فيوتشر في المركز الثالث برصيد 19 نقطه، والاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 18 نقطه. بعد تراجع بيراميدز وهزيمته بالامس يظل 17 نقطه في المركز الخامس. اما بالنسبه لصراع الهبوط هتلاقي عندك انبي، الاسماعيلي، حرس الحدود والبنك الاهلي 6 نقاط لكل فريق. الحلقه دي فعلا ممله جدا واعرف انها ممله زي مباريات الاسبوع بالظبط ممله جدا، لكن اتمنى المباريات الجايه تكون احسن عشان الحلقات بتاعتنا تكون افضل وافضل. اصدقائي حابين يتفرجوا على حلقاتي يا ريت تتفرج على الحلقه للاخر وتدعو احد اصدقائك للاشتراك في القناه، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.